مرحلة الاستغلال والسيطرة، مرحلة الهيمنة والسيطرة، مرحلة الرفاهية، مرحلة التقدم العلمي، مرحلة المنهج التجريبي، مرحلة التحكم في الظواهر الطبيعية، مرحلة التمايز والتعالي. خدوا بالكم 100 مرة تحت كلمة التميز والتعالي هتجيلكم. يبقى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاستغلال والسيطرة هي مرحلة التميز والتعالي. تميز ليه؟ هنا بقى الإنسان تميز على البيئة وتعالى عليها. ليه تميز على البيئة بقى وتعالى عليها؟ لما بتفهمي اللي قصادك بتتميزي عليه. طب ليه أنا اتميزت عليه هنا في إيه؟ في المرحلة دي تقدم العلم الطبيعي. في المرحلة دي ظهر ديكارت وبيكون اللي قال إن الفلسفة ما قدمتش حاجة للعلوم الطبيعية، فانفصلت العلوم الطبيعية عن الفلسفة وظهر المنهج العلمي التجريبي. عشان كده قلت لك دي مرحلة إيه؟ المنهج العلمي. يبقى لما يجي يقول لي تقدمت العلوم الطبيعية، تقدمت الفيزياء، تقدمت الكيمياء، تقدمت الأحياء، تقدم العلوم، يبقى دي مرحلة الاستغلال والسيطرة. تقدم العلم نتيجة لاستخدام المنهج التجريبي والمنهج العلمي الذي أدى إلى تقدم كبير في العلوم الطبيعية. ونتيجة للتقدم الكبير في العلوم الطبيعية قدر الإنسان إنه يفهم الظواهر البيئية وإنه يقدر إنه يتحكم فيها. قدر يفهم ظاهرة البرق والرعد إنها نتيجة تقابل شحنات سالبة مع شحنات موجبة بيحدث الارتطام دوت، وبعديها بينزل المطر. طب المطر ده أنا ممكن أستغله وإن أنا أقدر أوظفه لخدمتي. عشان كده أنا بقول عليه إيه؟ مرحلة السيطرة، مرحلة الاستغلال. استغليت ظواهر البيئة لصالحي. الرفاهية ليه؟ الإنسان في الوقت ده بدأ يكتشف الحديد، يكتشف المعادن، عملت السيارات، عملت الطائرات، عملت الكباري. قدرت أتحكم في الظواهر الطبيعية. إزاي؟ لما بتيجي المطر والفيضانات قدرت أبني السدود، وابتدت من السدود دي إن أنا أستغل المية وأحوشها بعد ورا السد. ومن نزول المية باندفاع قدرت أركب مواتير من الحديد وإني أولد منها الطاقة الكهرومائية. يبقى أنا قدرت أسيطر على الطبيعة واستغلها لرفاهيتي ولا لأ؟ اكتشفنا الذهب، الحلي، بقينا اكتشفنا النحاس، اكتشفنا الألمنيوم، صنع أواني الطهي، صنع أسلاك الكهرباء، الأخشاب، قدرت أعمل أبواب، قدرت أعمل شبابيك، قدرت أعمل عماير. قدرت أستغل كل حاجة للبيئة وإني أستخدمها